وإيديو شو ما زال معانا من الجامعة العربية المفتوحة، وزي ما شفنا كده ربطنا سوق العمل واحتياجاته بالمقررات التعليمية، وان قد ايه الجامعه مهتميه جدا بان هي تبقى ابديتنج كل ما هو جديد في مجال سوق العمل، علشان يبقى الطالب بيستفيد في نفس الوقت اللي بيدرس فيه في الجامعه، هو بيكتسب مهارات واحتياجات سوق العمل، فبطلع طالب في نفس الوقت موظف جاهز لسوق العمل. مش كده كمان الجامعه بتتيح فرص كتيره من التدريب للشباب مع الجهات الدوليه والشركات متعدده الجنسيات، على امل ان الطلاب يبقى ليهم فرص عمل بعد انتهاء من التدريب. ومعانا مريم هتحكي لنا قصتها مع الجامعه، ليه اختارت الجامعه العربيه المفتوحه وجت من اليمن عشان تدرس في مصر، وهتتكلم كمان عن الاتاحه والفرصه الحقيقيه اللي وفرتها لها الجامعه. اهلا يا مريم، عرفينا بنفسك. اهلين، انا اسمي مريم ابو غانم من اليمن. دلوقتي اتخرجت من الجامعه هنا، وكان تخصصي IT with business اللي هو computing and business. جيت هنا عشان ادرس في مصر، جتني الفرصه انه ادخل الجامعه العربيه. لما شفتها وجيتها كانت حلوه جدا. لما دخلت وكان بيحكوا لنا عن التخصصات والشهاده، وانه حتبقى شهادتين، بالذات احنا كالموافدين بنحتاج الشهاده اللي هي بتكون دوليه. احنا مش مستقرين في بلدنا، او مش بنروح على طول نرجع، بنروح مثلا بنسافر حتت تانية، فلازم يكون الشهادة تكون مضمونة ومعتمدة، وتكون برضو معتمدة في الخارج عشان سوق العمل في الخارج. كانت الدنيا هنا تمام، سجلت هنا خلاص في الجامعة وخلصت وتخرجت. ولما درست هنا وشفت المنهج كان كويس جدا، يعني بشوفه متطور المنهج، مش منهج يعني لما كنت بشوفه مع زملائي تانيين او حد من القرايبين كانوا بيدرسوا في جامعة تانية، كنت بشوف المنهج تبعنا غير المنهج تبعهم، من حيث انه لا احنا متطور شوية عشان المنهج بيجي من برا، في اللي هو بيواكب الحاجات اللي بتتطور اكتر واكتر. عجبني الوضع، فالحمد لله اتاحت لي يعني من خلال الدراسة هنا انه اقدم مثلا او اروح لشغل، خلاني ده اشتغل في international organization، وكمان في نفس التخصص تبع اللي هو IT، وانا بقيت يعني IT officer. يعني نقدر نقول ان مريم من الدول، من جت من اليمن للأراضي المصرية بالضبط، وانتقلت من الوطن العربي إلى العالمية. أي صح كده؟ يعني صح. الجامعة أتاحت لك فرصة عالمية أو دولية أو جدا. جهة منظمة دولية عالمية طبعا، ودي هيتاح لك فرصة انك النهارده موجودة في الفرع بتاعها في مصر، طبعا. بكرة ممكن تكوني في فرع آخر، سواء بقى في دولة أوروبية أو دولة أفريقية بالزبط. أو دولة عربية، فانطلقتي انطلاقة من عربية من أرض مصرية إلى العالمية. صح كده نقدر نقول؟ بالضبط. مريم، إيه الحلم اللي الجامعة العربية المفتوحة حققته لك؟ الحلم اللي أنت كنتي وأنت بتغمضي عينك وبتحلمي بيه وفجأة حسيتي نفسك إن هو اتحقق؟ بصراحة الدراسة، عشان كان الوضع صعب شوية. كان سهولة الجامعة والتسجيل فيها هو اللي يخليك يعني تيجي فيها برضو يعني ويشدك. عشان مثلا لو أنا كنت عايزة جامعة تانية كان الموضوع شوية صعب، وفي يعني خطوات كتيرة. وهنا بيتعامل الأجنبي أو الذي هو وافد زي نفس معاملة المصري بالضبط، فكان الأمور واضحة، التسجيل واضح، مطلوب كذا كذا، اوكي جبناه وخلاص وتختار. وكمان برضو الجدول، مثلا المواد تبعنا تعرف تنزلها انت براحتك. مثلا مش عايزة الترم ده انزل كل المواد المطلوبة، ممكن انزل 3 مواد 4 مواد والكلام ده. في الحلو انه انا اللي بتحكم في الجدول، في ايام الدوام تبعي. انا مثلا ساكنة بعيد، فكنت اتحكم بالجدول تبعي انه اضغط المواد تبعي، اخليها مثلا بدل ما تكون طول الاسبوع كنت اخليها مثلا في 3 ايام او يومين، واجي احضرهم وخلاص عشان المسافة بعيدة. بالاول الشهادة، ثانيا بتحكم انا في الجدول وعدد الساعات برضو يعني والايام. فده اللي شدني اكتر. كانت اصلا انا شوية يعني ما درستش على طول، عشان كان زي ما قلت لك الخطوات كده شوية صعبة. فلما عرفت الجامعة على طول دخلتها بالضبط، سهلت لي كل حاجة. ده اللي هيخليني بقى أسألك سؤال تاني. بعد ما خلصتي يا مريم سجلتي دراسات عليا ولا لسه؟ أنا بفكر أكمل دراسات عليا، وطبعا بفكر في الجامعة هنا.
في التوبكس اكملها بتاعتك ان شاء الله. فلو فكرت هكملها هنا ان شاء الله. وحلو برضو في التخصص تبعي انه IT والبزنس انه هقدر يعني ادرس دراسات التخصص من الاثنين، يا اخذ ماستر في الكمبيوتر ساينس يعني اي حاجة من الكمبيوتر ساينس من الحاسبات، او انه ادخل في البزنس عشان التخصص تبعي كان يتيح لي انه افتح الماستر بالتخصصين. طبعا في ظل التحديات اللي بتواجه اي بنت عربيه بتكون بتدرس بره دولتها الام، ايه الرساله اللي مريم بتبعتها للبنات العربيات، وايه بالذات للبنت اليمنيه هتقول لها ايه بالنسبه انها تيجي تدرس في الجامعه العربيه المفتوحه؟ الجامعة العربية بتوفر حاجات كتيرة خاصة للي هم وافدين. شهادتها بتكون معتمدة، بتتيح انه تدرسي يعني تخلصي تدرسي بتروحي للشهادة مقبولة في كل مكان مثلا رحتي. وكمان بتديكي شهادتين اللي هي المصرية والبريطانية، وهي بتأهل الشخص لسوق العمل. هو بتكون هي مش بالجامعة بقدر ما بتكون بالطالب نفسه، انه تكون شاطر انت واشتغلت على نفسك انت. بس الجامعة هنا بتأهل الطالب انه هو هي البداية ان الطالب يكون هو شاطر ويبدأ يشتغل ويفكر هيعمل ايه فيما بعد. فالجامعة هنا سهلت لي كل حاجة من اوراق، يعني حتسهل لكم لما تيجوا تسجلوا فيها الأوراق تبعكم والشهادة وسهولة الجدول والمعاملة برضو، لأنه بنكون إحنا لسه شوية مش متعودين على البلد وكذا، فبتكون خايفين من إزاي حنكومينيكيت مع المجتمع. فبتكون هنا كلهم زي بعض. الدكاترة بيكونوا طيبين جدا مع الكل. الطلبة برضو حتلاقوا ناس كتيرة من نفس جنسياتكم، يعني في مش بس يمنيين، في من الدول العربية كلها. فده بيكون حلو برضو، يخليكم كل ما كان الشخص عنده صحاب كتير ومجتمع أكتر من دول مختلفة، بتكون ثقافته أكتر وأكبر وبتنمي مداركه وأفكاره يعني، فبيكون مدرك بكل حاجة. فده اللي خلاني مثلا يعني حول شخصيتي هنا، يعني أنا حقول أنا بنيت شخصيتي في الجامعة هنا. فده اللي خلاني مثلا اللي حببني للجامعة. فهي تجربة جدا كويسة، وأي حد بيجي يعني بقوله على الجامعة إنه الصراحة جامعتنا كويسة وسهلة. أهم حاجة هي السهلة بالذات لنا إحنا كوافتين. يعني يمكن نقول في النهاية إن مريم بتبعت رسالة سلام وأمان من القاهرة قبلة التعليم في مصر، بتقول لكل البنات العربيات تعالوا الجامعة العربية المفتوحة في القاهرة، هتلاقوا مش هتحسوا بغربة، هتحسوا ان انتوا قاعدين في بلدكم التانية، هتحسوا فعلا ان هي ام الدنيا. وفي نفس الوقت كمان الدراسة مش يعني الفكرة انها دراسة كمان دراسة سلسة واحترافية لدرجة ان هي بتحس انها فعلا بتبقى بتعد الطالب الى سوق العمل. وبشكرك يا مريم، وعايزينك تبقي ان شاء الله بقى الماجستير والدكتوراه تكوني مؤهله ليهم، دي خطوه مهمه في حياتك العمليه ان شاء الله. وان شاء الله نقابلك في لقاءات اخرى، وانتي بقى في دوله اخرى على مستوى العالم. بتمثلي اليمن الشقيقه، بتمثلي الجامعه العربيه المفتوحه، وبتمثلي القاهره قبله التعليم في مصر. شكرا ليكي.